هنقدم تمرينات اللياقة البدنية وتقوية العضلات، لكن دي كلها بتفيد في التخسيس، بتفيد في اللياقة، بتفيد في تنمية العضلات بأدوات بسيطة زي ما احنا شايفين: بار مع أوزان خفيفة، دمبلز، بنش متحرك علشان هنغير الأوضاع بالنسبة للتمرينات، عصاية ومرتبة. في البداية احنا عايز اقدم تمرينات عن الاكتاف. تمرينات الاكتاف كتير، في بالبار في بالدمبلز. تمرينات البار الضغط الخلفي والضغط الامامي، وتمرينات الدمبلز الجناح، كل تمرينات الجناح. لكن هنبدأ نعمل كل حلقة في كل يوم هنعمل لكم تمرين ونشرح فوائد التمرين واسلوب التمرين. تمرين البار الضغط الامامي بالبار ده بيفيد عضلات الداليه الاماميه بالذات. احنا عارفين عضلات الاكتاف عباره عن 3 اجزاء: الداليه الخلفيه، الداليه الجانبيه، الداليه الاماميه. تمرين البار اللي هنعمله النهارده الضغط بالبار ده بيفيد الداليه الاماميه بالذات. هنبدا التمرين. بتحاول في اي رفع لما بتيجي ترفع وزن من على الارض بتحاول بتتني ركبك معاه عشان تخفف الضغط عن الفقرات القطنيه للظهر. بالشكل ده تاخد وضع الاستعداد، البار قدام صدرك على الكتف، تطلع لفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. نفس التمرين ممكن نعمله واحنا قاعدين على الكرسي بالشكل ده وانت قاعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. الفرق بين الجلوس والوقوف: الوقوف رجليك بتساعد في رفع البار، في الجلوس بيكون في تركيز اكتر. في حاجه كمان مهمه للناس اللي عايزه تعمل تخسيس: بدل ما بنعد 10 عدات بنعد 15 ل 20 تكرار. ده بيحرق الدهون. بالنسبه للناس اللي بتعمل تنميه بنزيد الاوزان وبنعمل 8 تكرارات. اعزائي المشاهدين، النهارده شفنا طريقه اداء تمرين الضغط بالبار اللي بيفيد عضلات الاكتاف الداليه الاماميه. ان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه. شكرا.